أهلاً بكم. كل يوم بنستخدم الإنترنت من موبايلاتنا والكمبيوترات بتاعتنا، بس عمرنا فكرنا الأجهزة دي مكانها فين بالضبط في الشبكة الضخمة دي؟ في الشرح ده هنروح سوا لحافة الإنترنت عشان نكتشف عالمنا الرقمي ده كله متوصل ببعضه إزاي، بداية من الجهاز اللي بنستخدمه حالاً. سؤال غريب شوية، صح؟ موبايل وتوستر، إيه اللي ممكن يجمعهم؟ بس صدق أو لا تصدق، الإجابة على السؤال ده بتكشف لنا كتير قوي عن شكل الإنترنت النهاردة، والسر كله في مفهوم اسمه حافة الشبكة. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول. يعني إيه الحافة دي؟ وإيه اللي موجود عليها بالظبط؟ هي مش مكان جغرافي، لا، دي نقطة البداية والنهاية لكل تفاعلاتنا على الإنترنت. بصوا، في عالم الشبكات أي جهاز متوصل بالإنترنت، أي جهاز بنسميه نظام طرفي أو end system، يعني الكمبيوتر اللي بنشتغل عليه، الموبايل اللي بنتفرج منه دلوقتي، وإله اسم تاني كمان، مضيف أو host، عشان هو اللي بيستضيف التطبيقات اللي بنشغلها زي المتصفح أو الإيميل. والسبب في التسمية دي بسيط جدا، فكروا فيها كأنها الأوراق اللي على أطراف فروع شجرة عملاقة. هي فعلا موجودة على طرف شبكة الإنترنت الواسعة، هي دي بوابتنا لكل حاجة على الإنترنت. وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شيق جداً، لأن مفهوم النظام الطرفي ده اتغير تماماً مع الوقت. الجهاز اللي كان يعتبر متوصل بالنت زمان يختلف تماماً عن اللي بنشوفه النهاردة. زمان، أيام ما الإنترنت كان لسه في بداياته، الأنظمة الطرفية كانت حاجة بسيطة، أجهزة كمبيوتر عادية وشوية سيرفرات. بس شوفوا النهاردة الوضع عامل إزاي، القايمة طويلة، موبايلات، تابلتس، عربيات، وحتى أجهزة في المطبخ زي الغسالات. الفرق رهيب. وده اللي بيوصلنا لمصطلح مهم جدا بنسمعه كتير اليومين دول، الإنترنت فعلا بيتحول لإنترنت الأشياء. الموضوع ما بقاش مجرد شبكة للكمبيوترات، لا، دي بقت شبكة لكل شيء حوالينا تقريبا. يعني فكروا فيها كده، النهاردة الأنظمة الطرفية دي ممكن تكون جهاز بلاي ستيشن، تلفزيون سمارت، تلاجة، غسالة. تخيلوا في توستر بيتوصل بالإنترنت عشان يطبع نشرة الجو على العيش. أيوة، الكلام ده حقيقي. طيب، عرفنا إن في كمية أجهزة رهيبة متوصلة بالنت. السؤال بقى، الأجهزة دي بتتكلم مع بعض إزاي؟ في عالم الإنترنت في دورين أساسيين للأجهزة دي. الدور الأول هو العميل أو كلاينت. العميل ده هو الجهاز اللي في إيدينا، الموبايل أو اللابتوب. لما نفتح موقع أو نتفرج على فيديو، جهازنا هنا هو اللي بيطلب الخدمة دي، هو العميل. أما الدور التاني فهو الخادم أو السيرفر، وده بقى الكمبيوتر الجبار اللي مهمته يرد على طلبات العملاء، هو اللي متخزن عليهم المواقع، وهو اللي بيبعت لنا الفيديوهات اللي بنطلبها وكل حاجة. العلاقة بينهم واضحة ومباشرة، العميل بيطلب والسيرفر بينفذ. لما ندوس على لينك، جهازنا العميل بيبعت طلب في مكان ما في العالم، سيرفر بيستقبل الطلب ده، يجهز الداتا المطلوبة سواء صفحة نت أو فيديو ويبعتها لنا تاني. العملية دي بتحصل مليارات المرات كل ثانية. طيب، بما إن أجهزتنا هي العملاء، ده يخلينا نسأل سؤال مهم، فين كل السيرفرات القوية دي اللي بتخدم العالم كله؟ بالضبط، يا ترى العقول الرقمية العملاقة دي ساكنة فين؟ الإجابة في مباني ضخمة جداً اسمها مراكز البيانات أو Data Centers. ممكن نتخيلها كأنها مدن كاملة مخصصة للسيرفرات. وعشان بس نتخيل الحجم، مركز بيانات واحد بس للشركة زي جوجل ممكن يكون فيه أكتر من 100,000 سيرفر. متخيلين حجم القوة دي كلها في مكان واحد؟ والموضوع مش بيوقف هنا. جوجل لوحدها عندها ما بين 30 و 50 مركز بيانات عملاق زي ده متوزعين حول العالم. ده يورينا قد ايه البنية التحتية اللي بتشغل الإنترنت اللي بنستخدمه كل يوم دي ضخمة ومعقدة. تمام، يبقى خلينا نجمع كل الخيوط دي مع بعض ونشوف الصورة الكاملة لحافة الإنترنت دي عاملة إزاي وإزاي هي بتكبر كل يوم. الخلاصة إنه حافة الإنترنت دي عبارة عن منظومة متكاملة، فيها أجهزتنا الشخصية اللي هي العملاء، وفيها مجموعة ضخمة من الأشياء اللي هي جزء من إنترنت الأشياء، وطبعاً فيها السيرفرات الجبارة اللي قاعدة في مراكز البيانات. يعني من الموبايل اللي في إيدينا لحد سيرفر في داتا سنتر على بعد آلاف الكيلومترات، كل ده هو حافة الإنترنت. دي النقطة اللي عالمنا الحقيقي بيقابل فيها العالم الرقمي. ونختم بسؤال يخلينا نفكر،
لو التلاجة والتوستر بقوا جزء من الإنترنت النهاردة، يا ترى إيه الجهاز اللي جاي عليه الدور؟ المستقبل أكيد شايل لنا مفاجآت أكتر بكتير.